مايك، سمعنا صوتك. يا مساء الخيرات والألمظات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا بتسمعوا دلوقتي برنامج 5 فن مع زينب مصطفى. شخصيتنا النهاردة بعدت عن الأضواء حبتين 3 كده، هو أحمد عيد. التحق بكلية الزراعة ومستكملش الدراسة بيها، والتحق بمعهد الفنون المسرحية. كانت أول بطولة مطلقة ليه في فيلم ليلة سقوط بغداد، وبعد كده فيلم أنا مش معاهم، ورامي الاعتصامي، وفيلم حظ سعيد عن ثورة 25 يناير، وفيلم ياباني أصلي في عام 2017، وخلاويص عام 2018. وليه كتير من المسلسلات زي أزمة سكر وصاحب السعادة. أحمد عيد شايف عن نفسه إنه هو قليل الحظ في الدراما التلفزيونية، ووصف تجربته في مسلسل ألف سلامة اللي اتعرض عام 2013، واللي كان بيتكون من 3 أجزاء وكل جزء 10 حلقات. وصفها بالتجربة الفقيرة واللي مش حابب يكررها مرة تانية، لأن ما كانش فيه طاقم عمل جيد يرتقي بالمسلسل. وبعد كده أعلن أحمد عيد في آخر ظهور ليه في أحد اللقاءات التلفزيونية إنه لن يرضى بتقديم أي دور مكرر أو يهدف فقط للكوميديا بدون هدف أو رسالة صريحة، لأن بيعتبر الفن بالنسبة له رسالة ويجب الاهتمام بيها. وبعد غياب 8 سنين بيشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل عملة نادرة مع الفنانة نيللي كريم، وبتدور أحداث مسلسل عملة نادرة في الصعيد. وبيبتعد أحمد عيد من خلال المسلسل عن اللون الكوميدي اللي اشتهر بيه في أعماله. عملة نادرة من بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وفريدة سيف النصر وكمال أبو ريا وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل. انتهت حلقتنا معاكم النهاردة بسرعة، استنوني في حلقة جديدة وشخصية جديدة من برنامج 5 فن مع زينب مصطفى.